الأسرات الفرعونية عبارة عن أسرات حاكمة، يعني أسرة زي أي أسرة مكونة من أب وأم وأطفال، لكن بيجري في عروقهم الدم الملكي وعليهم مسؤولية حماية البلد. وطالما كلهم طالعين من نفس البيت وأحفاد نفس الملك الأول مؤسس الأسرة، يبقى هما كده من نفس الأسرة. لكن لو كانوا من طرف تاني من الأسرة أو مش من أبناء الملكة الرئيسية، ساعتها بيبدأوا أسرة جديدة. لكن طبعا بيضطروا يعملوا حاجات تانية عشان ياخدوا الحكم ويبقى من حقهم. مثلا انه يتجوز اخته غير شقيقته بنت الملكة الرئيسية عشان ياخد الشرعية، او يروح يجري يدفن ابوه الملك اول ما يموت. وساعتها هيبقى من حقه يمسك الحكم حتى لو الدور مش عليه او مش من حقه اصلا يحكم، وده لان الملك طبعا بيخلف عدد كبير من الامراء ومش كلهم هيقدروا يحكموا. والخدعة الاهم فيه ان هو بدل ما يحاول يربط نفسه بالملك اللي هو ابن الاله، فان هو يروح يعمل دعاية سياسية تربطه بالاله ذات نفسه مرة واحدة، وانه ياخد شرعية الحكم بانه يقول ان الاله بذات نفسه هو اللي مرشحه وموصي عليه من فوق. ودي خدعة استخدمها ملوك كتير ما كانش بيجري في عروقهم الدم الملكي، ودي نفس الخدعة اللي استخدمها الإسكندر الأكبر عشان يعرف يحكم مصر.